كل اللي بيحصل ده بسبب فوز الزمالك ببطولة السوبر الأفريقي الأخيرة، بسبب التغطية الإعلامية العالمية، بسبب الحفلة كانت قبل الماتش، بسبب التجهيزات، بسبب أفريقيا كلها شافت الماتش كان عامل إزاي. الكاس كان نازل بيه يا توريه وكاكا نازلين بأرض الملعب. احتفال أديبايور لاعب ريال مدريد السابق والأرسنال مع شيكابالا ومع لعيبة الزمالك قدام تركي الشيخ اللي بيصرف عليهم. رأس شيكابالا بالكاس هو وعمر جابر وعبد الله السعيد قدام تركي الشيخ اللي بيصرف عليهم. بيقارنوا ده بإيه بقى؟ ببطولة أفريقيا 2020. طول الماتش مش عارفين يطلعوا أصلا بهجمة. طول الماتش شلت مهم هوب كانتالوب جه جون، مبروك عليهم ما بنقولش حاجة. الاستاد ما كانش فيه نفرين. كورونا، ملعب فاضي، فيرجعوا بقى يشوفوا بطولة السوبر الأفريقي الأخيرة دي والهالة الإعلامية عليها وكل ده، وكان العشم مبهدل الهنود الحمر إن هم ياخدوا البطولة. فمتضايقين قوي ان كل التغطيه دي وافريقيا شافت الكلام ده كله، والبعبع اللي بيكسب الدنيا وبيكسب كل اجهزه الزمالك ما خلاش يلعب ركنيه واحده طوال المباراه. يعملوا ايه؟ دور على بنتايج اللي كانوا بيهاجموه قبل الماتش. بنتايج اللي بيتهاجم يقول لك بياخد منشطات، يطلعوا اشاعات الزمالك يفكر في فسخ التعاقد مع بنتايج. شوف حسام عبد المجيد، زيزو، محمد السيد، الونش، فتوح، ايه اخباره؟ هي دي شغلتهم. بيجي يقول لك احنا اصلا ما فيش حد في الزمالك ينفع يلعب في الاهلي، ويطلع لك واحد ب3 نكله في استوديو تحليلي، المذيع يستضيفه يقول له حضرتك شايف مين ينفع في الزمالك للاهلي؟ التاني طبعا خبير استراتيجي على قده على ما تفرج، يقول لك والله انا مش شايف، احنا مش محتاجين حاجه من لعيبه الزمالك اللي بيجي لها عقد احتراف، وانت ولا حد بيسال لا في مدربك ولا لعيب من عندك ولا اي حاجه خالص، بس انت مقتنع ان انت تمام. الانسان الطبيعي بيتولد حقاني وعارف الحق والاصول، لكن الهنود الحمر اول ما تيجي سيره الاهلي يقلب ضلالي.